هم يرجون ماذا؟ أن يعيدوا مجد فارس، ولن يعود. أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يعود، فلهذا فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لن تعود أمجاد فارس. لهذا تفاءلوا خيرا، تفاءلوا خيرا، واعلموا أن هذه المحن ما زادتنا إلا إصرارا وعزيمة. هذه المحن ما زادتنا إلا ثباتا حول القيادة وحول القوات المسلحة. لما يدخل أولئك المرتزقة من الفرس ومن أنصار حزب الشيطان، لما يروا التلاحم يقف عاجزا أمام هذا السد المنيع، أمام السد المتلاحم بين أبناء الصف الواحد. ماذا يريد العدو منا؟ سؤال، لو أنت تسألت ماذا يريد؟ يطمع بتفكيك الصف. لماذا؟ ليطمع بالأرض. لن يستطيع الفرس أن يستولي على أرض العروبة إلا إذا تفكك الصف العربي. فلهذا هم يريدون الاستيلاء على الجزيرة العربية. لهذا كونوا مع ولاة أمركم. هذا شرف أن نلبي نداء ولي الأمر: اذهبوا للمعركة. نذهب، ستلتحق النساء ربما قبل الرجال. لكن هؤلاء الفرس لم يتربوا إلا على مجد زائف، إلا على تاريخ ضاع منهم. يريدون الآن إرجاعه على حساب العرب. خسئتم على حساب العرب، والله لن يعود لكم مجد، بل العرب سيدكون أمجادكم. غارة بغارة صاروا وجالوا بالسماء والميادين، خلوا عدو الله يحرق بناره، في عاصفة حزم تدك المعادين، لأجل الخليج اللي يرفرف شعاره، فيه اجتمعنا لنصرة الحق والدين، إخوان والتاريخ فخر وحضارة. اليوم جينا ملبين أرواحنا والله رهن الإشارة، العمر دون الدار والعرض والدين يرخص ولا هو